إذن في هذه الأثناء يقدم أبطال وبطلات رياضة التانك سودو ملحمة عن الصحراء المغربية بهذه المناسبة، مناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء 47 وذكرى عيد استقلال المجيد 67 تحت تصفيقاتكم لأبطال وبطلات التانك سودو. متتبعي منبع الصحراء المغربية، يتواجد معنا رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة التانك سودو الذي أصبحت سفير العالم القروي. السي نور الدين الترابي أعطيت الكثير، وأنا تابعت هذه الرياضة منذ نشأتها هنا بمولاي بوسلام، رياضة التانك سودو. والحمد لله اليوم كنت من المساندين باش ترجع رياضه التانك سودو جامعه ملكيه. اليوم مبروك عليكم، بدا اول مره غادي نقولها لك، وكونفدراليه افريقيا. الحمد لله هذا شرف لينا وشرف لمنطقه الغرب. شنو ممكن تقولنا على التخليد ديال ذكرى المسيره الخضراء بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه؟ شنو بغي تقولنا على هذا اليوم السعيد؟ هو بصراحه وبصدق اليوم انا جيت سعيد جدا، لان اليوم رجعت ملي كنت تلميذ. تعرف شنو دوز عرس رياضي من حجم كبير ولو ان محلي مع اسره التعليم؟ هذه مساله ماشي سهله. جميع الاحساسات، فكرت راسي ملي كنت في التحضيري وفي الثاني وفي الخامس وفي الكاتريماني وفي البكالوريا وفي الكليه وفي 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 وكيبقى دائما ذاك الاستاذ وذاك المعلم هو القدوه ديالك. اليوم حنا كنخلدوا الذكرى المسيره الخضراء اللي كتصادف عيد الاستقلال، وهاد الجوج ديال الذكريات يعني ضحاو عليهم اجدادنا والاباء ديالنا، يعني ذكريتان غاليتان. اليوم عشنا عرس رياضي بثانويه التاهيليه ابن الرومي بمعنى الكلمه. بصراحه احنا عجبنا الجو داخل هذه الثانويه، من ناحيه النظافه ديالها، من ناحيه التسيير ديالها، من ناحيه المعامله ديال الاطر الاداريين ديالها. اليوم التواجد ديالنا هنا بشراكه او باتفاقيه مع وزاره التربيه الوطنيه والمديريه الوطني لانتقاء الرياضات المدرسيه. انتم كما كتشوفوا اليوم حضر معنا السي ميلي عبد السلام، يعني المدير ونائب الرئيس الجامعه الوطنيه المدرسيه، وشفتوا كيفاش مرت العروض الرياضيه. المستوى انتم اللي غتحكموا عليه اكثر منا، ولكن يمكن لك نقول لك انا كمؤسس كاستاذ مؤسس لهذه الرياضه بالمغرب وفي افريقيا بان المستوى كان جيد وجيد جدا، خاصه بتشجيع اسره التعليم، لا على مستوى الاداره المركزيه ولا على مستوى الاساتذه ديال الثانويه التاهيليه ابن الرومي. وما نساوش بان الحضور ديال الاباء والامهات والعائلات اليوم اللي شجعوا الوليدات ديالهم وشافوا. بصراحه عشت واحد الحفل كبير جدا، خاصه ديال ذكرى المسيره الخضراء وعيد الاستقلال. شكرا لجريده
وما يصادف مرة أخرى أنني حتى الجريدة منبر الصحراء المغربية. شكرا لكم. شكرا. الاستماع ديال هذا الحفل ديال اليوم بمناسبة تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. اليوم أنتم بثانوية ابن الرومي، شنو هما الشعور ديالكم أنتم كتحتفلوا بهذا العيدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد رحية، الكاتب العام لعصبة جهاد الرباط سلا القنيطرة، رئيس النادي المركزي لتطوم كسودو ميلو بوسلهام. اليوم نحن جيت سعداء التواجد ديالنا بثانوية ابن الرومي بمركز الدالحة قيادة وجماعة مولاي بوسلهام تخليدا للذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. هذا الحفل كان حفل رياضي بامتياز والتعريف برياضة طونكسودو بمنطقة مولاي بوسلهام. منطقة مولاي بوسلهام أعطت مجموعة من الأبطال على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. اعطوا الشيء الكثير لرياضه طونكسودو. من هذا المنبر كنوجه الشكر الى السيد رئيس الجامعه الوطنيه لرياضه الالعاب المدرسيه والسيد رئيس الجامعه الوطنيه لرياضه طونكسودو، وايضا الشكر موصول الى السيد رئيس الجامعه الترابيه مولاي بوسلهام على الدعم والشراكه. ايضا التلاميذ اعطوا الشيء الكثير لهذه الرياضه، والاقتراح ديالنا والطموح ديالنا ان نحاول ما امكن ان نساهم في ادخال رياضه طونكسودو الى المؤسسات العموميه من اجل وضع لبنات الاساس في خصوص رياضه ودراسه بمنطقه مولاي بوسلهام، وهذا مطمحنا جميعا. وشكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.